السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده وصفه مميزه وجميله جدا. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض جلاش بالقشطه او بالكريمه على حسب ما بتسبوه، باسهل وابسط واسرع طريقه للتشكيل. بجد مش هياخد معاكم دقايق وهتعملوا احلى جلاش هتجربوه مع حشوه كريمه بسيطه جدا. عايزه اقول لكم حشوه كريميه وطعمها رهيب. الجلاش معانا بيكون كده مقرمش وفي نفس الوقت دايب، كمان مورق من جوه زي ما شايفينهم كده مع بعض، وبيطلع في الاخر النتيجة تحفة. وصفة اقتصادية وما شاء الله بتعمل لنا كمية كبيرة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير هنعمله ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام واسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو. حجم الكوبايه اللي انا مستخدماها الكوبايه المعياريه ال 200 مللي او اي كوبايه عندكم، بس هتوحدوها في قياس الميه والسكر. حطيت كوبايه من السكر يعني 200 جرام، عليهم 3/4 كوبايه من الميه يعني 150 مللي. انا هنا كنت اتلخبطت وعايرت كوبايه لكن ما حطيتهاش كلها، حطيت بس 3/4 كوبايه. فانا استخدمت كوبايه من السكر عليها 3/4 كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره من عصير الليمون. والمقدار ده كان مظبوط جدا للجلاش اللي احنا عملناه. عايزه لكم كمان اتبقى منه. مش بقلب بقى الشربات ولا باجي جنبه خالص علشان الشربات معايا ما يسكرش. باخده كده زي ما هو على نار عاليه، اول ما يبتدي يغلي معايا هبتدي ان انا اغطي الحاجه اللي بعمل فيها الشربات، وبخلي النار اقل من الوسط وبسيبه بالظبط 7 دقايق، مش اكتر من كده عشان ما يتقلش معاكم بزياده، ومش اقل من كده علشان الشربات ما يسكرش معاكم ويكون استوى. عايزه اقول لكم ان احنا بنغطي الحاجه اللي احنا بنعمل فيها الشربات، السكر لما بيجي بجوانب الحله بيرجع ينزل تاني من البخار، فده ما بيخليش الشربات معاكم يسكر. الطريقه دي حلوه جدا، انا بعمله وبيقعد فتره في التلاجة ما بيحصلوش اي حاجه. خلاص ده كده الشربات بعد ما جاهز معايا، حطيته بقى في طبق. في الاول كده بيكون خفيف، بعد ما يبرد هتلاقوه تقل معاكم. بسيبه بقى يبرد وبغطيه وبدخله التلاجة، وبنحضره قبلها بيوم او قبلها ب3 4 ساعات علشان يكون تقيل معانا. وانا ساعات بكون مستعجله عليه بدخله بصراحه الفريزر يتقل بسرعه. بعد كده حطيت بقى فانيليا البرتقال. عايزه اقول لكم موديه الشربات في حته تانية خالص. ما عندكوش او مش بتحبوها حطوا فانيليا عاديه. وكده الشربات بقى جاهز معايا. ودلوقتي هنحضر مع بعض الكريمه، وطريقتها ومقاديرها بسيطه جدا. اول حاجه هجيب كده كزرولة او حله واحط فيها 3 كوبايات من الحليب يعني 600 مللي. تقدروا ان انتوا تستخدموا الحليب البلدي او الحليب المعلب زي ما انتوا حابين. والحليب هنا بيكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش يكون سخن او دافع عشان لسه هنضيف له نشا علشان ما يعملش معانا كده تكتلات. هضيف عليهم بعد كده نص كوباية من نشا الذرة يعني 60 جرام. ما تحاولوش ان انتوا تقللوا النشا عن كده او تزودوها، لان النشا لو الكمية بتاعتها زادت الكريمة هتكون تقيلة بزيادة، ولو قلت هتلاقوا كده الكريمة طلعت من الجلاش وساحت كده وما كانتش حلوة. فالمقدار ده مظبوط جدا جدا. ضفت عليهم بقى معلقتين كبار من السكر حبيبات، هي اختياري بس بتدي تطعيمة كده حلوة للكريمة. بقلب بقى كده الاول على البارد لحد ما النشا تدوب، بعد كده برفعه على النار العالية. وهو على النار لازم كده نفضل نقلب فيه باستمرار عشان ما يحصلش فيه اي تكتلات، والكريمة كده تكون ناعمة معانا. وزي ما شايفينها كده مع بعض هي خلاص حطيتها كده على البوتاجاز، وفضلت بقى اقلب فيها لحد ما استوت معايا. في الاول هتلاقوها خفيفة كده في القوام، اول ما تبتدي ان هي تسخن تبتدي ان هي تتقل معاكم. استمروا بقى في التقليب، ما توقفوش تقليب عشان تطلع معاكم كريمة وناعمة. شايفين عاملة ازاي؟ ما فيهاش اي تكتلات. واول ما تلاقوها كده عملت فقاعات من على الوش سيبوها كده لمدة ثواني عشان نتأكد ان النشا استوت معانا. نزلت بقى كل كمية وبسيبها تبرد وبغطيها، لازم تكون باردة معايا، ما ينفعش تكون سخنة او دافية. بعد ما جهزنا اول حاجة الشربات وجهزنا الكريمة، دلوقتي بنحضر الجلاش. معايا هنا لفة جلاش، اللفة دي وزنها 350 جرام جايباها من السوبر ماركت. تقدروا تستخدموا الجلاش الطازة زي ما انتوا حابين، المتوفر عندكم استخدموه. اهم حاجة كده يكون الورق سليم. باخد بقى كده الجلاش وابتدي ان انا اسيبه زي ما هو كده فوق بعضه، وبقسمه من النص بالعرض. انا هعمله كده صغير زي ما شفناه مع بعض في اول فيديو، كان حلو جدا جدا وما شاء الله بيعمل لنا كميه كبيره. حطيت بقى كده الاتنين فوق بعض، وطبعا لازم نغطيه كويس جدا واحنا شغالين، لان الجلاش من الحاجات اللي لو اتعرض للهواء بينشف معاكم كده وبيتكسر بسرعه. حضرت معايا نص كوبايه من السمنه السايحه يعني 100 مللي. عايزه اقول لكم السمنه هنا سايحه بس يعني مش سخنه ولا دافيه. باخد بقى كده اول ورقه وابتدي ان انا ادهنها كويس. مش شرط ان احنا نغرقها سمنه، بس اهم حاجه الورقه تكون مدهونه كويس من السمنه علشان ده اللي هيدينا تورقه في الجلاش. وزي ما انتم ملاحظين انا الجزء اللي فوق كده اللي انا هبتدي ان انا احط فيه الكريمه انا مش بدهنه، لان احنا لو دهناه الجلاش لما بيجي بيستوي ويكون فيه كريمه مع السمنه بيحصل كده غليان وتلاقوا الكريمه طلعت من الجلاش. فالجزء اللي احنا نحط فيه الكريمه بلاش ان احنا ندهنه. الكريمه بعد ما بردت معايا هتلاقوها كده عملت طبقه سميكه وتقلت معاكوا عادي جدا، بالمضرب اليدوي اضربوها هتفك معاكوا.
حطوها بقى كده في كيس حلواني او كيس تلاجة وافتحوا فتحة صغيرة وابتدوا ان انتوا تحطوا الكريمة. الطريقة دي بتكون سهلة، بتوزع معاكم الكريمة كويس. ما عندكوش حطوا بالمعلقة عادي جدا. حطيت بقى كده جزء من الكريمة، وما تكتروش قوي وما تقللوش قوي، يعني تكون كده الكمية وسط، عشان لو الكمية كبيرة بزيادة هتطلع معاكم كده من الفرن. وبرضه ما تكونش قليلة علشان نحس كده بطعم الكريمة في الجلاش. بعد ما حطيت بقى الكريمة ابتديت كده ان انا اتنيها بالشكل ده وبوزعها علشان طبقة الكريمة كده تكون متوزعة معايا في الجلاش كويس، ما يكونش جنبي فيه كريمة وجنبي لا. وابتديت ان انا ادهن برضو كده بالطول علشان برضو ده اللي هيديني التوريقة. وبقفلها بقى كده مربعات بالشكل ده، طبعا في الفيديو واضح جدا. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. والقفلة بنسيبها من تحت علشان ما تفتحش معانا في الفرن. شايفين بقى كانت مقفولة كده من كل ناحية، ده كده نضمن ان الكريمة مش هتطلع معانا وهي بتستوي. جبت ورقة تاني من الجلاش وابتديت برضو ان انا ادهنها وحطيت الكريمة ووزعتها وبقفلها بقى كده من النص. وبنقفلها مربع. طريقة سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت. اهم حاجة بس كده لازم ندهن كويس زي ما قلت لكم عشان ده اللي هيدينا التوريقة. كمية الكريمة اللي احنا حضرناها كفت الجلاش اللي هو 350 جرام كانت بالظبط. حضرت بقى صينية ودهنتها كويس جدا كده من السمنة بنفس مقدار النص كوباية اللي قلتلكوا عليه. بعد كده ابتديت بقى ان انا خلصت كل الكمية وحطيته كده جنب بعضه. ولازم ندهن الوش من السمنة علشان ياخد كده لون حلو من فوق. ما شاء الله عملت لي كمية حلوة، عملت لي 20 واحدة. هما كانوا يعملوا 24 بس بصراحة في 4 وحدات كده انا عملتهم سادة لابني عشان هو بيحبها سادة. لكن المقدار ده يطلع معاكم بالظبط 24 واحدة. كمان حاجة مهمة جدا واحنا بنحط الجلاش لازم نخلي القفلة من تحت عشان ما يفتحش معانا وهو بيستوي. بعد ما دهنت كده كل كمية الجلاش ما شاء الله، كمان عايزة اقول لكم ان هو اتبقى معايا من المادة الدهنية. انا ما استخدمتش النص كوباية كلها. قد ايه هتلاقوا طعمه خفيف وحلو جدا جدا. بالنسبة للتسوية انا بشغل الفرن قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 180 وبدخله على الشبكة اللي في النص. يقعد 25 دقيقة بالظبط وعلى حسب الفرن عندكم. اول ما تلاقوه خد لون دهبي حلو من تحت اطفوا الفرن وشغلوا الشواية وحطوه تحت الشواية. اهم حاجة وهو تحت الشواية لازم نلف الصينية كل شوية عشان ياخد لون من كل ناحية. ما تحاولوش ان انتوا تغمقوا الجلاش عن كده، اللون ده كان حلو جدا جدا. اول ما بيطلع الجلاش لازم الجلاش يكون سخن والشربات معانا يكون بارد. بس يبقى كده الجلاش بالشربات. اهم حاجة كل واحدة كده نسقيها بالشربات ونتأكد ان هي خدت الشربات بتاعها. كمان كمية الشربات اللي احنا حضرناها اتبقى منها، فالمقدار برضو كان مظبوط جدا للشربات. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجلاش عامل ازاي؟ مورق كمان ان هو مقفول ما فتحش مننا ولا اي حاجة. الكريمة مطلعتش. التسوية بتاعته ممتازة وواخد لون دهبي حلو قوي من تحت. كمان متشرب معانا الشربات كويس جدا جدا من فوق ومن تحت ومن كل ناحية. سيبوه بقى يبرد خالص. بعد كده ابتدوا ان انتوا تقدموه. عارفين عاملة كده زي نفس فكرة البغاشة. حبيت ان انا اقطعه كده قدامكم علشان تشوفوا قد ايه ان الكريمة من جوه متماسكة ومتساوية، مش سايحة كده ولا ان هي جامدة بزيادة. بجد تحفة. بلاش تضيفوا للكريمة فانيليا، بتغير طعمها وما بيكونش طعمها حلو. الطريقة دي مظبوطة جدا والمقادير مظبوطة، جربوها وان شاء الله ينجح معاكم من اول مرة. عايزة اقول لكم كان كده بيدوب في البق وطعمه حلو قوي. شايفين الجلاش مورق ازاي؟ اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه. ولو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وما تنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. وما تنسوش اللايك واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.